شعار جوجل في المؤتمر السنوي بتاع سيرش اون 22 كان سيرش اوتسايد ذا بوكس، والبوكس هنا بيقصدوا بيها هو التكست بوكس المشهور بتاع جوجل اللي بنكتب فيه الحاجه اللي احنا بندور عليها. لكن سياسه جوجل دلوقتي ان هم عايزين السيرش بتاعهم ما يكونش بس مقتصر على التكست بوكس ده، ويخلوا السيرش يحصل بشكل طبيعي وتلقائي، بحيث ان الحاجه اللي انت بتفكر فيها تعرف توصل لها باكتر من طريقه، سواء بقى بالصوت او بالصوره او بالكتابه او انك تدمج اكتر من طريقه من بعض. المهم انك توصل للحاجه اللي بتدور عليها باسهل شكل ممكن. فعندك في 2017 نزلوا جوجل لينس اللي بيخلي الكاميرا هي الكيبورد بتاعتك، فبدل ما كنت بتدور على الحاجه بالكتابه تقدر تدور عليها دلوقتي بس بالصور. والابديت الجديد في جوجل لينس ضاف فيتشر جامده جدا وهي المالتي سيرش اللي هتخليك تقدر تدور على الحاجه بالكتابه وبالصور مع بعض. عندك في الصور دي مثلا جاب صوره قميص وكتب في التكست ان هو عايز يدور على كرافات، فطلع له في نتائج البحث كرافته بنفس لون وشكل القميص. من المميزات الجامده جدا في جوجل لينس هو الدمج ما بينه وما بين جوجل ترانسليت، وده بيخليك تقدر تترجم الحاجات اللي انت بتصورها بشكل لحظي، ودي ميزه جامده جدا للناس اللي بتسافر بره البلاد هي مش عارفه لغتها كويس. والابديت الجديد هيخلي الفيتشر دي اجمد كمان، فباستخدام تقنيه الماشين ليرنينج هيخلي الصوره بدل ما كان الكلام بيتكتب فوق الصوره، لا ده هيعيد تكوين الصوره بشكل لحظي بحيث انه يخلي الكلام مكتوب جوه الصوره بشكل طبيعي. في جوجل مابس اضافوا فيتشر جديده هي الاميرسيف فيو، دي هتسهل عليك جدا انك تتعرف على المكان اللي انت هتروحه بشكل احسن، وكمان هيخليك من خلال تقنيه الذكاء الاصطناعي تشوف المكان ده يكون عامل ازاي في المستقبل. فانت لو هتروح المكان ده بعد اسبوع بعد شهر هيوريك المكان ده عامل ازاي من حيث الزحمه من حيث الجو. وكمان ضافوا فيتشر جامده جدا في المابس هي اللايف سيرش، فانت مثلا لو في مكان معين وبتدور على اي تي ام قريب تقدر تفتح الكاميرا وتسكان المكان اللي حواليك وهو هيظهر لك ارشادات ازاي توصل لاقرب اي تي ام من المكان اللي انت فيه. الحاجات اللي اشتغلوا عليها جامد جدا في الابديت الجديد ان هم ازاي يخلوا البحث يكون بشكل اسهل والنتائج اللي بتظهر تكون بشكل ابسط وتمشي اكتر مع الجيل الجديد ده، لان في احصائيه بتقول ان 40% من الشباب الصغير اللي بيقولوا عليهم جنريشن زي بيستخدموا مواقع ثانيه في البحث زي انستجرام وتيك توك بدل من جوجل. قدموا خاصيه جديده هي الشورت كاتس، دي عباره عن اختصارات لتولز بتقدمها جوجل زي جوجل لينس عشان تساعد اللي بيدور ان هو يوصل للحاجه اللي هو عايزها باكتر من طريقه. وعشان يسهل لك البحث اكتر فوانت لسه بتكتب الموضوع اللي انت بتدور عليه فهيظهر لك كي ووردز او كلمات مفتاحيه عن الموضوع اللي انت بتدور عليه عشان يسهل لك صياغه السؤال، وخلاص هو اللي يكتب لك. كمان بالنسبه لشكل النتائج هتظهر لك بشكل منظم اكتر وهيكون فيها صور وحاجات تشد انتباهك اكتر. كمان هتقلب في نتائج البحث بطريقه السويب اب زي تيك توك كده. من الحاجات اللطيفه في الابديتس الجديده انه هيسهل عليك انك تدور على الحاجه اللي انت عايز تشتريها وهيديك طرق مختلفه تقدر تفلتر بيها النتائج الانسب ليك. كمان هيظهر لك ايه هي الحاجات الترندنج في السوق دلوقتي. والقوي في الموضوع انك لما تبحث على حاجه انت عايز تشتريها هيطلع لك نتائج كاستمايزد عليك انت، وده من خلال الهيستوري بتاعك في السيرش. محرك البحث هيكون فاهم ايه هي عاداتك الشرائيه ويطلع لك ايه هي انسب نتائج ليك. مش بس هيعرض لك المنتجات الموجوده على مواقع الشراء المختلفه، لا ده كمان هيحط التاتش بتاعه، فهيوفر لك فيتشر جامده جدا. فمن خلال تقنيه الماشين ليرنينج هيعرض لك المنتج بتاعك 3D عشان تشوف الحاجه اللي انت هتشتريها من كل الزوايا، مش بس مجرد صور زي مواقع التجاره الالكترونيه. والفيتشرز دي نزلت بشكل تجريبي في اماكن معينه في امريكا، لكن قريب كلنا هنشوفها. ودي كانت تك ويك سريعه كده لاخر ابديتس جوجل.